اهلا وسهلا بكم، معاكم ديفيد. قبل ما نبدا محتاج اعرفكم الايربودز في منها نوعين، في تقفيل مصري وفي تقفيل صيني. طبعا التقفيل المصري جودته اقل ويكون فيه مشاكل كتير، وفي الفيديو ده هنعرف نفرق ما بينهم ازاي وايه المشاكل ممكن تقابلك لو انت جبت التقفيل المصري. طيب ندخل في الموضوع. العلبه حجمها صغير مقارنه بالايربودز برو 2 علشان ما فيهاش الاير تاج. العلامه ال 12 شهر بتكون نسبه كبيره انها تايب سي، اما الاربع شهور بتكون عن طريق شحن كابل اللايتنج. بس انا شخصيا جايب ال 12 شهر وطلعت في الاخر برضه لايتنج، فاتاكد من المحل وانت بتشتريها. والعلامه اللي لونها اخضر فاتح بتكون انضف من الغامقه، دي مثلا علبه الايربودز برو 2. انضف في جوده الصوت وعمر البطاريه وتقفيل البوكس ذات نفسه، مش الفرق اللي هو كبير قوي بس مازال يكون في فرق. ده رقم الموديل، موجود كتيب التعليمات وفي تحتها السماعه، وموجود من تحت وصله من ايفون لتايب سي. السماعه شبه قبل الايربودز الاصليه بالظبط، خامات البوكس والسماعه ممتازين جدا. ده شكل السماعه كده. يفضل لما تشتريها تجيب لها جراب عشان البوكس بيتخربش بسرعه. جوده صوت السماعه ممتازه، انا شخصيا ما قدرتش اعلي الصوت على الاخر. هو البيز مش افضل حاجه عشان الجلده اتشالت، دايما قلقان ان السماعه تقع مني وانا في المواصلات مثلا. ده غير اي صوت هيكون جنبك هتسمعه بكل سهوله جدا، بس مريحه جدا في الودان وما بتحسش باي ضغط على ودانك نهائيا. ده لان الجلده اتشالت، كانت موجوده في البرو والبرو 2. يفضل لو تعرف حد معاه السماعه تجربها الاول قبل ما انت تشتريها عشان تعرف مناسبة لودانك ولا لأ. الميكروفون بيشيل أي نويز تماما، بس في المقابل بيأثر على جودة الصوت جامد. دي تجربة الصوت في الأماكن الهادية. أنا دلوقتي بتكلم في مكان هادي جدا، مفيش أي صوت خالص. أعتقد المفروض السماعة تطلع صوتك كويس أوي. يعني أنا دلوقتي معلي صوت عن الوضع الطبيعي، أعتقد ده يكون في صوت نويز طالع. وهنا بحاول أعمل محاكاة للأماكن الزحمة. هنا بحاول أعمل محاكاة للأماكن الزحمة، لو أنت ماشي في الشارع مثلا أو حاجة. أنا بجرب دلوقتي من سماعة الإيربودز برو 3. أنا دلوقتي رافع الصوت عن الطبيعي، أعتقد هيشيل أي نويز بس هيأثر جامد على جودة الصوت. دلوقتي خلينا نجرب. أتكلم بوضع عادي جدا كأني بتكلم في التليفون. دلوقتي حاليا في أصوات عربيات وكده. على ما أعتقد جودة الصوت مش هتكون أفضل حاجة. شايف ان المايك مقبول جدا على السعر اللي بتيجي فيه السماعه، في حدود 450 جنيه تقريبا. طبعا السماعه مش هتنفع في الالعاب الاونلاين زي بابجي لان الصوت بيوصل متاخر. هو لازم سماعه سلكيه. طبعا السماعه بتدعم اللمس، ضغط عليها بتقفل او تشغل اغنيه، اول حاجه اللي انت بتسمعها. ضغطتين بتجيب لك الاغنيه اللي بعديها. 3 ضغطات في برامج بتعيد لك الاغنيه من اول وجديد، وبرامج تانية بتجيب لك الاغنيه اللي قبليها زي سبوتيفاي مثلا. ضغطة مطولة بقى بيفتح لك جوجل اسيستنت او مساعد جوجل، دي انا شايفها ميزة حلوة جدا. في اوقات بتحتاج تتصل من السماعة على طول ومش هينفع تطلع التليفون، فبتدوس ضغطة مطولة وتقول له اتصل بفلان. طبعا دي انت لازم تكون متوصل بالانترنت، وكمان البوكس بيدعم الشحن اللاسلكي، فدي انا شايفها ميزة حلوة برضو. ولما بتظهر على الايفون تبقى شبه ابل الايربودز الاصلية بالظبط، بيظهر نسبة شحن البوكس ونسبة شحن السماعتين. ولما بتوصلها تليفون اندرويد بتتوصل على طول، بس بيظهر نسبة شحن أقل سماعة. نيجي بقى لجزء البطارية. البطارية هنا ممتازة، قعدت معايا لحد 6 ساعات ونص استخدام متواصل. والبوكس يقدر يشحنه من 0 ل100% حوالي 3 مرات، والبوكس بيتشحن في حدود ساعة، ساعة ونص تقريبا. هو عامة وقت الشحن ده بيختلف من سماعة لتانية على حسب البطارية بتفصل بعد قد ايه. لو متعرفش انا شغال تاجر والسماعة ببيعها بسعر اقل من المحلات. لو حابب تتواصل معايا لينك الانستجرام في وصف الفيديو. لما تشتري بقى السماعة وانت في المحل اوعى تمشي، شوف السيريال بتاع البوكس هو نفس السيريال اللي موجود في السماعتين ولا لا. لو في سماعة مختلفة اعرف انها مش بتاعة البوكس، ممكن يحصل مشاكل في الاتصال فيما بعد. السماعة ممكن تقطع، في مشاكل ممكن تحصل. طيب نيجي بقى لأهم جزء في الفيديو، نفرق ازاي بين التقفيل المصري والتقفيل الصيني. اول حاجة شكل العلامة الخضراء دي دايما بتكون تقفيل صيني، وطبعا بتتأكد ان فيها البتاع اللي بتتشد. بس دلوقتي نسبة كبيرة من السماعات اللي بتقفيل مصري بقى فيها البتاع اللي بتتشد دي مثلا علبة الايربودز برو تقفيل مصري عشان تعرفوا الفرق. شكل العلامة مختلف، جودة الطباعة ذات نفسها مش حلوة. علم أمريكا بتكون جودته مش حلوة في التقفيل المصري، أنا مش عارف هنا ليه مقلوب بس مش مشكلة، مش هتفرق يعني. العلامة دي دايما بتكون تقفيل مصري. هو عامة في أي منتج لو لقيت جودة الطباعة مش حلوة بنسبة كبيرة إن المنتج ده هيكون كوبي. طيب هو يعني ايه اصلا تقفيل مصري وتقفيل صيني؟ التقفيل الصيني بتيجي من الصين، لكن البوكس السماعه ذات نفسه موجود في العلبه بتاعتها ومتسلفنه على كده.
بعكس التقفيل المصري. السماعة طبعا برضو بتيجي من الصين، لكن جودتها بتكون أقل شوية، وبتتبع العلبة بتاعت السماعة وبتتقفل هنا في مصر. طبعا في مشاكل ممكن تحصل في النقل، لأنها حرفيا بتيجي في حاجات عاملة زي الشكاير، فالسماعة ممكن تتخبط، في مشاكل ممكن تحصل. وأي سماعة عليها علامة مدورة زي كده اعرف برضو إنها تقفيل مصري، بس مستنضفين شوية في الطباعة. طيب هما بيستفادوا إيه بقى؟ بيوفروا فلوس في مساحة النقل. بص أنا شغال في المجال بقالي فترة، واقدر اقول لك ان سوق الايربودز كله فيه مشاكل. دور على حد بيدي ضمان مع فرق السعر 100 جنيه تقريبا، ده انا شايفه هيكون افضل اختيار. ومش شرط لما تجيب نفس رقم الموديل ونفس العلبه هتكون جودتها حلوه برضو، لا، ممكن اللي انت هتجيبها اتخزنت في جو حر مثلا، او اتركنت كتير عند التاجر، ده كله بيأثر على عمر البطاريه. فحاول تجيب من حد عامل عليها ضمان، او تبعد عن الكلام ده كله وتشوف براندات زي اورايم وغيرها بتدي ضمان مدة سنة تقريبا، ده انا شايفه هيكون افضل اختيار. وبس كده، لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك واشتراك. اشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.